السلام عليكم، مرحبا بكم الشيرات. اليوم في فيديو جديد اللي غادي نديرو فيه الطوني. هنايا تجيبي في ان ريسيبيون ديري 6 حبات بيض وقلعي منهم 2 صفار باه من بعد ديريهم فوق الطوني تاعك قبل ما تدخليه يطيب. ابري تجيبي كاس سكر غلاس ونفس الكاس اللي عبرتي به سكر غلاس تعبري به كاس زيت وتخلطي المكونات مع بعضهم كسوسوا بيدك ولا بلافوي. وما لازمش يبقاو هذوك الكويرات هذوك تاع السكر غلاس، لازم كاع يذوب في الزيت والبيض. من بعد كما يتخلطوا لك المكونات تاعك تجيبي 4 لافاني وخلطيهم مع الخليط، ومن بعد كي نديري شويه تاع لافارين وحطي فوقها 4 تاع لا ليفور. لازم تكون لافارين باه ديري لا ليفور، ما ديريهاش في هذا السائل، ما لازمش تجي في حاجه سائله. من بعد ما تكملي لا ليفور تاعك خلطي الخليط تاعك تخي بيان، ومن بعد كي نبدا يضيفي في لافارين غير بشوي بشوي حتى تتماسك العجينه تاعك. وهنايا بغيت نوريكم برك شحال درت لافارين، درت كاع كيله تاع فرينه وخليت منها غير هذيك الكميه الصغيره اللي غادي تجيكم هنايا في لا فيديو. فوالا درت كاع هذه الكيله، خليت منها غير شويه. هنايا بعد ما عجنت العجينه تاعي شكلتها كويرات صغيره بهذه الطريقه وحطيتها في السنيوه ديالي. فوالا بهذه الطريقه تشكل الحبيبات ديالك، ولازم يكونوا كاع كيما راهم بنفس الحجم. بعد ما كملت الحبيبات ديالي جبت هذوك 2 صفار اللي كنت ديجا مخليتهم من قبل، زدت عليهم 2 مغارف كبار ديال الحليب، خلطتهم ودهنت بهم الطورني تاعي من الفوق ومن لي كوتي. بعد ما تدهني الطورني تاعك زيدي فوقه شويه سكر. وجوست اون غومارك نسيت ما قلتها لكمش، انه الفوق تاعكم قبل ما تبداي طيبي لازم يكون ديجا مشعول باش يطيب لك الطوني تاعك بيان. فوالا النتيجه النهائيه جاب بزاف بنين، نتمنى انكم تجربوه، وبيان سور ما تنساوش تشاركوه مع حباباتكم.